تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مطر خير. نحييكم ونحيي ضيفنا الأستاذ غرقان مغوص. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ. 7 مليار أرد أعرف 7 مليار يعني لا هي مليار ولا هي مليارين. اي غرقن بماي المطر يعني وين كنتم مخليهن؟ على السطح؟ غير تغطوهن يعني؟ شنو السالفة؟ في الحقيقة يا أستاذ العزيز هنالك الكثير من المشاكل التي يعاني منها سطح المصرف. اي نعم. حاولنا مرارا وتكرارا بمخاطبة الجهات المعنية بضرورة وضع التراب على سطح المصرف، ولكن للأسف الشديد لم تستجب الجهات المعنية. أستاذ، بما أنه أنتم جهة معنية ما حاولتوا تسوون فرد شيء؟ قمنا بشراء نايلون بقيمة 50 مليون دينار عراقي، وقمنا بتغطية السطح بهذا النايلون، ولكن بسبب الرياح الشديدة طار النايلون. الآن ننتقل معكم أعزائنا المشاهدين إلى زميلي طواف ليخبرنا على آخر الأخبار. طواف تسمعني؟ نعم. ما هي الأخبار لديك؟ أخبرنا لو سمحت. شكرا زميلي غطاس. طبعا الوضع نعم. جدا تعبان ولا يزال البحث جاري. نعم. وقد تم العثور على هذا الربع المسكين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مسيس. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أستاذ مسيس، من هو المتسبب الرئيسي بغرق هذه الأموال؟ الأمطار. لكن كيف؟ قل لنا كيف. في الحقيقة كانت الأمطار غزيرة وفاض السطح وظلت الدنيا ترعد، فاحنا خفنا فعفنا المصرف وفلتنا للبيت. زين أستاذ، ماكو أي متسبب آخر؟ أخي العزيز، هي الأمطار كانت قوية وبيها حالوب، يعني احنا شنو بدينا نسوي؟ شكرا لك أستاذ مسيس. إذن يجب محاسبة الأمطار لتلفها 7 مليارات دينار. هذا ما لدينا زميلي غطاس. نعود إليك وضيفك الكريم. شكرا لك زميلي طواف. والآن أعزائنا المشاهدين نعود إلى ضيفنا الأستاذ غرقان. أستاذ، ما هي إجراءاتكم لحل هذه المشكلة؟ في الحقيقة لدينا حلول استراتيجية لحل هذه المشكلة. عفوا أستاذ، لكن ما هي هذه الحلول لو سمحت؟ بلا شك سوف نقوم بحل هذه المشكلة. ولكن ما هي الحلول أستاذ؟ الحلول جيدة ورصينة وسوف تأتي بأكلها. أستاذ، لا بأكلها ولا بشربها. شلون بهاليوم الماء يرضى يخلص؟ أستاذ فدوى أروح لك، ما هي هذه الحلول؟ في الواقع لدينا حلول جيدة وممتازة. لعنة والديها من شغلة أستاذ، لعنة والديها. وأخي تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين عفوا أستاذ، إذن يجب محاسبة الأمطار لتلفها 7,000 مليار.